عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن contingencies اللي هي الاحتمالات. طبعا احنا حاليا شغالين في الفور يونت 4 سب يونت 1. اتكلمنا كده بشكل سريع عن الاحتمالات. عرفنا ان الاحتمالات دي تعريفها حاجة عند الشركة، يعني موقف معين او في عندها يعني ظواهر او عامل مخليها إن هي معندهاش درجة من التأكد إذا كانت هتكسب ولا تخسر حاجة معينة، بس في النهاية لازم هيكون في لا إما إن هي تكسب لا إما إن هي تخسر. تمام. طيب قسمنا الكونتنجنسي إلى 3 حاجات: البروبابل وريزونابلي وريموت. عرفنا إن البروبابل يعني خلاص حاجة أنت خلاص يعني أنت متأكد إن الحاجة دي هتحصل أو بنسبة كبيرة أنت متأكد. تمام. عرفنا بعد كده الريزونابلي بوسيبل، يعني هي أعلى من الريموت ولكن لا تتخطى البروبابل، أقل منها. الريموت دي إن هي سلايت، يعني ملهاش أصلا وجود ومش عرفنا إن احنا ولا بنفسح ولا بنسجلها. تمام. عرفت بعد كده لو أنا عايز أسجل اللوس كونتنجنس ده لازم يكون عندي توافر الشرطين اللي هما البروبابل وريزونابلي استيميتد. تمام. فأنا لما أجي هسجل مصروف، هسجل التزام عليا. طيب يبقى البروبابل معناها إن في كل بالانس شيت ديت لازم أعرف إيه الحاجات اللي أنا عايز أسجلها. في الحالة دي هيظهر عندي التزام، وفي الحاجات التانية هيكون في أصل هيقل. تمام. طيب الريزونابل استيميتد يعني إن أنت عندك تقدير عقلاني للمبلغ اللي أنت عايز تدفعه. تمام. أول حاجة لو أنت بيتر استيميت يعني التقدير بتاعك تقدير جيد وخلال رينج. تمام. فأنت كده هتعمل أكرول. طيب لو أنت بقى الرينج ده مش عارف توصل للمبلغ اللي أنت هتسجله فعلا، فبتاخد الأقل. وعرفنا من مثال لو أنا عندي حاجة من 50 ل100 هسجل 50. تمام. تمام. أوكي. وبرضه قلت إن أنا لازم أفصح برضه عن الأكرول ده على أساس إن تكون قوائمي ليست misleading، ليس يكون مضللة. طيب عرفنا بعد كده لو أنا شرط من الشروط دي مكانش معايا، فأنا في الحالة دي بتكلم عن reasonably possible. reasonably possible دي مش بسجلها كمحاسبيا، مش بعملها accrual، بس بعملها في صحف النوتس. تمام. اللوس contingency لو كان ريموت اللي هو أصلا سلايت، ففي الحالة دي ولا بعمل له recording accrual ولا بعمل له disclose. تمام. طيب الجين contingency لو أنا عندي ربح محتمل مش يعني هعترف بيه، بس مش هسجله عندي في الداتا غير لما يحصل، غير لما يتم. تمام. طيب النهارده هنيجي نتكلم عن الورانتي. الورانتي دي معناها الضمانات. تمام. دلوقتي انت النهارده لما بتروح تشتري جهاز، تمام، وليكن جهاز لابتوب. جهاز اللابتوب ده ممكن بيكون معاه ضمان سنة مثلا أو سنتين، في الفترة بتاعته كده هو محددك بفترة. وفي نفس الوقت لازم يكون الجهاز اللي هو مديهولك ده وفقا للشروط اللي مكتوبة فين، اللي مكتوبة لما انت وافقت تشتريه واللي هو عرضه للبيع. تمام. طيب فانت في الحالة دي عندك النوع ده اسمه الاشورنس تايب وارانتي. طيب نفترض بقى انت عاوز تضيف وارانتي. تمام. فالورانتي دي بتكون إضافية، خدمة كده هو بقى بيديها لك، خدمة إضافية على أساس إن أنت لو حاجة أنت عملتها، تمام، يبقى كده أنت تتحمل الموضوع ده. يعني أنت بتدفع وارانتي مبلغ إضافي على أساس إن أنت لو أنت عملت مشكلة مثلا في جهاز الموبايل بتاعك يبقى خلاص أنت عندك ضمان. طيب خلينا نقرا كده بيقول لك A warranty is a written guarantee، يعني هو ضمان مكتوب of the integrity of a product or service. يعني الضمان ده بيكون مكتوب
عشان يضمن سلامة المنتج والخدمة إن البائع دي بيقدمها لك. تمام. طيب السيلر also agree to repair or replace a product, refund all or part of the price or provide additional service. طيب يبقى انت النهاردة لما البائع راح باع لك حاجة أو باع لك منتج كان مديلك ضمان، الضمان ده ضمان مكتوب إن هو هيعمل إيه بقى؟ لا إما هيصلحهولك، لا إما هيربلسهولك يعني هيديلك جهاز تاني مكانه، لا إما ممكن توصل إن أنت ترجع أصلا تقول له أنا مش عايز اديني فلوسي وخد الجهاز بتاعك أهو. تمام. فده الضمان. طيب a warranty is customarily offered for a limited time such as 2 years. يعني الضمان بيقول لك إن هو إيه بيكون محدد بوقت زي ما قلنا، ممكن يكون سنتين يعني. It may or may not be separable زي ما قلنا، ممكن يكون جاي مع الجهاز ممكن أنت بتشتريه. طيب هيبتدي بقى يتكلم لك على الأنواع. أول نوع اللي هو Assurance Type Warranty، بيقول لك a warranty that provides a customer assurance، بيضمن للعميل that a product will function as expected. يعني النوع الأولاني ده بيضمن للعميل إن الحاجة أو المنتج اللي هو خده هيكون شغال كإيه؟ كالمتوقع لما أنت اتفقت معاه عليه. يعني زي ما قلنا لما أنت رحت اشتريت لابتوب أو جهاز كمبيوتر كنت أنت متفق على الحاجات اللي موجودة في الجهاز دي إن هي هتشتغل كويس، فده الضمان. يبقى كده الضمان ده أنت اشتريته؟ لا ما اشتريتوش، الضمان ده أنت واخده مع الجهاز. تمام. يبقى هنا as expected in accordance وفقا with agreed upon specifications، يعني المواصفات المتفق عليها no assurance type warranty. A standard 1-year computer warranty against manufacturing defect is an example. مثال على كده مثال الكمبيوتر، لما انت بتشتري جهاز الكمبيوتر بتكون واخد عليه سنة ضمان، دي ضد ايه؟ ضد عيوب الصنع. تمام. If a customer doesn't have the option to purchase a warranty separately or if the warranty is required by law, it's an assurance type warranty. بيقول لك نفس الجملة تاني، لو الورانتي ده انت ما عندكش اوبشن ان انت تشتريه او ان الورانتي ده هو ملزم على البائع طبقا للقوانين فخلاص ده اسمه assurance type. ليه؟ لو انت هتشتري ده اسمه ايه؟ السيرفيس تايب اللي هو اللي بيكون جاي separately. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء من الورانتي. تاني جزء او النوع التاني a warranty that provides a service in addition to assurance is a service type warranty. يعني الضمان اللي بيكون مقدم أو بيقدم لك خدمة إضافية على الأشورنس على النوع الأولاني هو اسمه السيرفيس تايب warranty، يعني ضمان كنوع من الخدمة. تمام. An example is a warranty against customer inflicted damage such as to a smartphone. يعني بيقول لك إيه مثال على كده الضمان ضد يعني الحاجات اللي تسبب فيها العميل، دي معنى الكلمة دي، زي السمارت فون. يعني لو انت مثلا رحت كسرت التليفون بتاعك فانت بتكون مشتري ضمان على اساس ان انت لو عملت حاجة من طرفك انت ما هم ملهمش دعوة او مفيش مثلا ديفكتس عيب صنع manufacturing defects، فانت في الحالة دي بتستعمل النوع ده service type. يبقى السيرفيس تايب ده انت مشتريه على اساس ان هو يقدم لك خدمة اضافية على الاشورنس. تمام. A warranty that can be purchased separately زي ما قايل لك كلام تاني، يعني انت بتشتريه منفصل by the customer عن طريق العميل is a service type warranty. Service type warranty are more likely to have longer. هنا في النوع ده كان بيحددها لك بفترة صغيرة. تمام. هنا بيقول لك ايه ان نوع السيرفيس تايب ده more likely have longer coverage period، يعني هيغطي لك فترات كبيرة than assurance type warranty. طيب ده النوع الأولاني بيقول لك إن الأشورنس تايب warranty an assurance type warranty is not a separate performance obligation in a contract. يبقى النوع الأولاني ده هو ليس التزام عليك. ليه؟ لأن هو أصلا جاي مع المنتج، يعني
هو لما الراجل باع كده هو معلوش التزام، هو حاجة باعها مع المنتج، تمام. فبقول لك إن هو ليس التزام عليك. no transaction price is allocated to the warranty. يعني أنت لما جيت بعت ما كانش فيه فصل ما بين الورانتي وما بين البرودكت اللي اتباع، هو البرودكت والورانتي مع بعض. أنا assurance type warranty create loss contingency، يعني كده في الحالة أنت عندك إيه، خسارة محتملة. لازم لما أنت تبيع هنشوفها دلوقتي هتسجل، طبعا بتكون نسبة على حسب الاكسبيرينس بتاعت الشركة، إن أنت بتسجل نسبة كده من المبيعات في الوقت اللي بعت فيه. تفرض عندك التزام اسمه اللوس contingency زي ما قلنا عليه، اللي هو خسارة محتملة. طيب امتى بقى accrual accounting should be used؟ امتى بقى ابتدي اسجل accrual؟ زي ما قلناهم فوق هنا اللي هي دي probable، الشرطين probable و reasonable estimate. يبقى امتى تسجل accrual؟ لما ال warranty expenses probable amount can be reasonably estimated and the amount. نضاف لك بس حتة إن أنت عشان تسجل لازم يكون المبلغ كبير، يعني مش مبلغ صغير، تمام. طيب هنا بيقول لك our warranty liability is recorded when revenue is recognized at the time of sale. يبقى أنت امتى تعترف بقى بالتزام اللي هو بتاع الضمان ده؟ لما تبيع في نفس الوقت، خلاص بعت يبقى تسجل، ده matching principle على طول. طيب even if the warranty extend beyond the period of sale، يعني حتى لو كان الضمان ده مغطي السنة اللي انت فيها والسنين اللي جاية، ماليش دعوة، لازم تسجل اللايبيليتي في نفس الوقت اللي انت بعت فيه. هنا بيقول لك ايه the entire liability، يعني ان انت تعمل accrual debit expense credit liability for the expected cost، للتكلفة المقدرة is recognized، يعترف بيها at the time of sale، نفس الوقت اللي سجلت فيه مبيعات نفس الوقت اللي هتروح تسجل فيه الضمان المتوقع. is not prorated، يعني مش هتاخدها نسبة وتناسب من السنين، تمام. يعني مش هتقول بقى مثلا أنا في السنة دي أنا عملت جهازين والسنة اللي جاية هعمل 10، يبقى كده إيه هعملها نسبة وتناسب. لأ، هو بيقولك إن أنت نفس ما أنت بعت في نفس السنة اللي أنت بعت فيها سجل المبلغ كله أنت متوقع خسارة أو يكون التزام عليك، خسارة محتملة كالتزام. فبيقولك it's not prorated over the annual، يعني مش هتوزعها نسبة وتناسب على السنين اللي هو بيغطيها الضمان، تمام. المعادلة الشهيرة بتاعتنا beginning warranty liability رصيد أول فترة plus warranty expense recognized in the current period، يعني المصاريف اللي أنت حملتها التزام السنة دي minus warranty payments in the current period، والحاجات اللي أنت دفعتها كضمان السنة دي برضو أو في الفترة اللي أنت فيها equal ending warranty. يبقى أنت عندك رصيد الالتزام بتاع الضمان أول فترة، جيت أنت عملت debit expense credit liability، فتوقعت السنة التانية مثلا، يبقى أنت كان معاك رصيد من أول فترة، السنة التانية أنت بعت وفي نفس الوقت كنت متوقع مثلا 1000، فهيبقى عندك الأوبننج بالانس بلس 1000 اللي هو الالتزام الجديد، جيت دفعت 2000، يبقى هتطرح منه 2000 ده عشان توصل للإندنج warranty liability. طيب هي بتتكلم على الحتة بتاعت ال payments actual payments for the warranty cost، يعني بيقولك لما أنت تدفع بقى، أنت دفعت بقى للناس دول لأن هما كان عندهم مشاكل في الحاجة اللي هما اشتروها، فبيقولك actual payment for warranty cost reduce the warranty liability، هتنقص هنا ومش هتأثر لك على expense، تمام. يعني مش هتروح على income statement، هتروح على البالانس شيت. if warranty payments for the period exceed the warranty liability. طيب نفترض بقى إن أنت مثلا عندك هنا الرصيد 1000 وأنت دفعت 3000، فأنت في الحالة دي أنت دافع أكتر من اللي موجود، فال2000 الزيادة دول هتحملهم إيه؟ هتحملهم the excess is recognized as warranty expense، تسجلهم مصاريف. طيب هنا بيقول لك in year 1 a company began selling a product under a 2-year warranty، يعني سنتين. the estimated warranty cost are 3% of sale in the year 1 okay and 5 in the following. يعني بيقول لك السنة اللي انت موجود فيها 3
والسنة اللي بعديها 5. تمام. sales and actual warranty payments for year 1 and year 2 are as follow. يعني انت عندك المبيعات وانت متوقع كام؟ 3 و5 8%، وده اللي انت دفعته في السنة الأولى، ده انت دفعت في السنة التانية. طبق بقى المعادلة. تمام. طيب انت في السنة الأولى عندك 300,000 تضربهم في 8%، فانت تجيب 300,000 تضربها في 8% هطلعلك 24,000. تمام. 24,000 دول انت عندك طبعا اوبننج 0، جيت عندك 24 دفعت كام في السنة الأولى؟ 5 اللي هي الوارنتي payments in the current period. هتطرح ال5 يبقى انت كده عندك 19 closing balance ending warranty liability. تمام. هتيجي في السنة التانية 500 اللي هي المبيعات وانت متوقع 8%، 500 في 8% ب40، يبقى يجيب 19,000 اللي هو الأوبننج من السنة اللي فاتت بلس 40 ماينس 37. تمام. 19 زائد 40 ماينس 37 السنة التانية هتكون ب22,000 كلوزنج. تمام. كده احنا يا شباب نكون خلصنا الجزء بتاع الأشورنس. إن شاء الله نكمل الجزء بتاع السيرفيس تايب في المرة الجاية. الموضوع سهل مفيهوش أي مشاكل. تمام. الوارنتي ده هو ضمان مكتوب على سلامة المنتج، إن هو يكون الخدمة المنتج اللي أنا بقدمها لك كبايع تكون سليمة مطابقة للوصفات. أنا باخد على نفسي عهد أو ضمان ليك إن أنا أبدل لك، أصلح لك، أرجع لك فلوسك كاملة أو جزء منها. الضمان اللي بيكون جاي مع المنتج هو ضمان limited، ممكن يكون separable أو not separable. النوع اللي هو الأشورنس تايب ده بيكون جاي مع المنتج. تمام. خدنا عليه مثال الكمبيوتر، لو العميل ما عندوش اوبشن ان هو يشتري ففي الحالة دي هو assurance type. طيب الضمان التاني هو ضمان كخدمة إضافية على الأشورنس، ضمان على كده إن أنت يعني الحاجات اللي تسبب فيها العميل هو اللي يتحملها زي السمارت فون، وهو بيتم شراؤه منفصل كنوع من الخدمة وبيغطي لي فترات كبيرة لأن هي طبعا خدمة. تمام. عرفت إن أنا دي مش separate performance obligation، ده هي انت لما انت اشتريت الجهاز خدت الضمان معاه اللي هو في النوع الاشورنس، فهي ليست separate performance obligation. ففي الحالة دي مش هيكون في سعر خاص بالورانتي، ولازم اعترف باللوس contingency. اللوس contingency اعملها accrual ازاي؟ لما زي ما خدنا في الاحتمال يكون probable، تكون reasonable estimated، وضاف لك حتة إن هي تكون material. لما تيجي بقى تسجل اللايبيليتي لازم تسجلها في الوقت اللي انت بعت فيه، مينفعش تعمل بروريتا للفترات اللي هيغطلك فيها الضمان. وقت ما بعت تسجل كامل القيمة. تمام. الدفعات مش بتأثر على الاكسبنس، مش هتأثر على الانكم ستيتمنت، ولو انت دفعت أزيد من اللي انت كنت مقدره فالفرق ده تسجله على الانكم ستيتمنت في الفترة اللي انت فيها. تمام. طيب بكده احنا هنكون فاضلنا بس جزء بسيط اللي هو السيرفيس تايب وارنتي، شرحه برضو مفهوش حاجة يعني، فرق بس إن هو بيتكلم دي هتبقى التزام بقى عليك، وبعد كده تروح مسجلها ريفينيو يعني، فاهم؟ فالموضوع بتاعها سهل إن شاء الله. إن شاء الله احنا مكملين معاكم زي ما اتفقنا معاكم، مكملين معاكم إن شاء الله. نتمنى انتوا تكونوا طبعا استفدتوا. إن شاء الله نشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية. السلام عليكم.